أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان. ربنا يجعل كل أيامنا خير كده وبركة إن شاء الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عايزين نبدأ النهاردة حلقتنا، هنتكلم في شوية نقاط إن شاء الله مش هنطول عليكم. بصراحة مبسوط جدا بالمستوى اللي ظهر بيه جيراد شار. بصراحة كنت متخوف من صفقة اللاعب دي، بس بصراحة كل يوم بيفاجئنا إنه واضح إن اللعيب عنده لمسة ومتأسس صح. طبعا بن شرقي لا خلاف عليه، لعيب كبير، لعيب سوبر يعني. هو ده كان بيتكلم عليه الجماهير من زمان. ادفع في لعيبة سوبر هتفرق معاه. هذا اللعيبة دي مش محتاج انسجام، اللعيبة السوبر. بفوزك على طلائع الجيش والاحتفاظ بفارق الثلاث نقاط مع بيراميدز اللي لا محالة الفرق دي الأهلي أول ما دبدب تحت منيها على طول الفرق دي بطوقة. ماشي الفترة الأخيرة بيراميدز ماشي كويس وفوز ومكسب. مش هتكلم عن أخطاء تحكيمية وكلام ده مش مجالنا دلوقتي. بس الفرق دي لا محالة أول ما تلاقي الأهلي اقترب منيها هي نفسها بتلاقي إيه، فتحت لك مجال إنك تتصدر. إن شاء الله الأهلي قادر يعني. أنا شايف إن الدوري ده سهل، ممكن بيراميدز يحققه بكل أمانة يعني. أنت إيه معاك يعني، إيه معاك بتحكي في 8 ماتشات فوز فيهم خدت الدوري. بس الفرق دي مش معودانا على كده يعني. إن شاء الله الأهلي قادر للعودة وإن شاء الله تحقيق الدوري. تمام. عايز أتكلم في الجزئية الثانية. بصراحة قرار الأهلي السنة اللي فاتت بانسحاب من كأس مصر كان قرار بكل مرة ممتاز جدا. وهو شفنا أنت إزاي مريح. الزمالك بيلعب مباراة قبل مباراة القمة مع النادي الأهلي، بيلعب مباراة لمدة 120 دقيقة. إجهاد رهيب يعني، ووقت مزنوق. عكسك أنت اللي مخلص مباراة طلائع الجيش من أسبوع ولسه قدامك بتاع 4 أيام على ما تلعب، تقريبا 4 أيام ولا 3 أيام على ما تلعب مباراة القمة. وبصراحة من أفضل القرارات كانت انسحاب من الكاس السنة اللي فاتت. آخر حاجة هنختم بيها طبعا لا خلاف عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله. أتمنى من كولر احترم المنافس، احترمه بس العب لعبة. مش هعيد الكلام تاني. أتمنى نبدأ المباراة بتاعت الزمالك بنفس التشكيلة اللي لعبنا بها مباراة طلائع الجيش من غير فلسفة زايدة. اتمنى انك ما تفاجئناش، مع ان انا متاكد انك هتفاجئنا، بس اتمنى تبقى المفاجاه كويسه يعني. الزمالك جاي لك من مباراه 120 دقيقه، يعني جاي لك مستوي. ما فيش فرصه افضل من كده. عن مباراه الزمالك دي انت ما عندك 8 مباريات، 8 مباريات بتوع الدور الثاني في الدوري دي، ماتشات كوس ما فيهاش هزار. لا خلاف عن الفوز سواء مين كان المنافس بتاعك. عملوا جدول للدوري كده في غمضة عين مش عارف ايه، خلاص اللي عايز البطولة ما بيخطش حاجة قدامي. انت الحمد لله فريق مكتمل، اصابات رجعت عندك، ما خلاص ما فيش اي حاجة. هتلعب، العب لعبك، العب تشكيلتك من غير فلسفة زايدة. العب مباراتك وان شاء الله ربك يوفق ان شاء الله. وهننهي كلامنا على كده ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.